في مقولة سمعتها من فترة عجبتني قوي بتقول when opportunity knocks it's too late to prepare. عندما تأتي الفرصة يكون قد فات وقت الاستعداد. كتير مننا مستني فرصة أو محتاج فرصة في حاجة معينة، بس كتير مننا للأسف مش فاهم طبيعة الفرص. تخيل صياد ماشي في الغابة شايل البندقية على ظهره مش متعمرة أصلا، ولو سألته ليه ما يعمرش البندقية ويمسكها فرع استعداد يقول لك لما يبقى يظهر قدامي حاجة ينفع نصطادها أبقى أمسكها وأعمرها، وإلا هبقى بتعب نفسي على الفاضي. قارن ده بصياد تاني بندقيته جاهزة وماسكها فرع استعداد ومستني أقل فرصة تظهر قدامه عشان ينتهزها. الصياد ده يقدر يستغل مواقف الصياد الأولاني مش هيعتبرها فرص أصلا. وده بالظبط اللي بيحصل في حياتنا. الفرص حوالينا كل يوم، بس للأسف مش كلنا شايفينها. الاستعداد للفرص فايدته مش بس في انه هيساعدك تستغل الفرصة لما تجيلك، في الواقع كل ما تكون مستعد اكتر كل ما الفرص هتزيد حواليك. وده لان الانسان بطبعه ما بيعتبرش امر ما فرصة الا اذا كان قادر على استغلالها والاستفادة منها. ببساطة اللي ما بيعرفش يستغل الفرص ما بيشوفهاش اصلا، والاستعداد المسبق بيخلينا اقدر على انتهاز المواقف دي، وبالتالي بيزود عدد الفرص بالنسبة لنا. ودي 3 نقط باختصار تخليك اقدر على انتهاز الفرص بشكل عام. اول خطوة، استعد للفرصة قبل ما تجيلك، قبل ما حد تعرف ان في فرصة جايالك. خلي عندك حضور، اسأل كتير وتعلم اكتر. الفرص مش بتزور الناس بالصدفة، الفرص بتيجي للي مستعد يستقبلها. تاني خطوة، اعرف نوع الفرص اللي انت مستنيها عشان تعرف تستعد لها. يعني لو مستني فرصة وظيفة معينة، شوف المهارات المطلوبة للوظيفة دي وابدأ اتعلمها من دلوقتي. لو مستني فرصة سفر، جهز اي اوراق تقدر تجهزها من دلوقتي بحيث تخليك اقدر على انتهاز الفرص المستعجلة. او قوي نفسك في لغة البلد اللي انت عاوز تسافر له لو كان بلد اجنبي. ثالث نقطة ودي مهمة جدا جدا جدا، وسع دايرتك ونوع مهاراتك. كل مهارة بتكتسبها بتضاعف فرصك في النجاح. حاول دايما يكون في حاجة جديدة تتعلمها او بتطور نفسك فيها. المهارات الجديدة بتخلق فرص جديدة. حاول تتعلم حاجة جديدة في شغلك تسهل عليك الشغل او تزود من انتاجيتك، فقيمتك هتزيد وتزود فرصك في الترقية وبالتالي دخلك هيزيد. او حاول تتعلم مهارة بعيدة عن شغلك تقدر بيها تشتغل فريلانس زي كتابة المحتوى او التصميم او المونتاج، هتفتح لنفسك فرص اكتر وبالتالي تزود دخلك فترفع من مستوى معيشتك. او انك شوف الحلقات اللي فاتت، استنى الحلقات اللي جايه، تكتب لنا في الكومنتات ازاي تستعد للفرص. شارك الفيديو مع معارفك واصحابك لعلهم يستفيدوا، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه.